ده تصنيف العناصر. ايه؟ تصنيف العناصر. تصنيف العناصر يعني حاجة زي كده، هنعرف بقى ارقام وحاجات كده جديدة. بس على فكرة هي حصة ممتعة قوي، تبان يعني مش عشان بقول لكم حصة مهمة فهي تبان صعبة، لا. متقلقوش. حصة ممتعة جدا جدا جدا، حلو. هتعجبكم. هتعجبكم قوي قوي بجد. بس للي يفهم. حلوة بس للي يكون فاهم. طيب احنا اخر حاجة خدناها يا ولاد الحصة اللي فاتت، خدنا الصفحة دي امثلة لرموز بعض العناصر الشهيرة، وعرفنا كل عنصر رمزه ايه، كل عنصر رمزه ايه، وليه اصلا العلماء صنفوها او عملوها العناصر عشان يسهل دراستها، وخصوصا لما بنيجي نكتب المعادلات. فده السبب ليه اصلا العلماء سموا او اخترعوا رمز لكل عنصر. تمام كده، دي اخر حاجة وصلنا لها الحصة اللي فاتت. في حاجة بس بسيطة كده، معلومة مهمة قوي لازم تعرفوها قبل ما ندخل في الجزء الجديد. عندنا يا ولاد أي حد عنده أرض زراعية، لو احنا عايشين في منطقة أرياف أو بنروح نزور قرايبنا في منطقة أرياف فيها زرع، نسمع دايما كلمة السماد أو كلمة الأسمدة. حد سأل نفسه قبل كده يعني إيه سماد ويعني إيه أسمدة يا أروى؟ حد عارف أو عنده فكرة تستعمل في إيه؟ انا يمين. اللي انا قول، طب قول يا أحمد. احنا يعني بنزور الناس هناك، ايوه تمام يعني. ف أسمدة بقى ايه هي؟ في سماد عضوي وسماد كيماوي. لا عموما مش عايزة انواع، بتستخدم في ايه الأسمدة؟ بتستخدم في انها تزود تخلي الاكل ينمو بسرعه، تزود برافو، خصوبه يخلي التربه. الزرع ينمو بسرعة، برافو عليك. انا عارفة ان في ناس كتير كمان عارفاها، مش احمد بس، كذا حد فيكم كان عايز يجاوب. يبقى الأسمدة يا ولاد حاجات الفلاح بياخدها يحطها للأرض بتاعته فتخلي الزرع يطلع بطريقة كويسة. طيب معنى يا مس ان هي مفيدة للزرع، هل ينفع يا ياسمين ان انا افضل احط منها كتير؟ ما انا كل ما احط كتير بقى الزرع هيبقى حلو ويطلع كتير، هل ينفع؟ لا طبعا. لا. برافو، ما ينفعش، لازم بكميات محددة. بصوا بقى يا ولاد بيقول لي ايه. الكتاب كده واضح قدامكم صح؟ انا عملت له شير. بيقول لي تستخدم الأسمدة في تحسين ايه يا ولاد؟ في تحسين الإنتاج الزراعي، بتخلي الزراعة يا أحمد طلع بطريقة كويسة. إلى أن الاستخدام المفرط يا رفايدة يعني ايه؟ يعني الاستخدام الكتير، أي أن الاستخدام المفرط لها يكون ضارا بالنبات والتربة وصحة الإنسان والحيوانات والبيئة. شايفة يا سندس؟ لو استعملنا أسمدة كتيرة قوي ده مش هيضر النبات بس، ده هيضر النبات وهيضر التربة، الأرض اللي مزروع فيها النبات. طب هو النبات ده بعد ما بنطلعه من الأرض مش احنا اللي بنروح نشتريه وناكله؟ فكده هتضر كمان بصحة الإنسان، وهتضر بصحة الحيوانات اللي بتاكل من النبات ده، وهتضر بالبيئة كلها. يبقى السماد يا ولاد لما يبقى مضر مش هيضر النبات بس يا سهيلة، ده هيضرنا كلنا اللي بنلعب بالقلم. هقفل عليكم القلم دلوقتي وهقفل عليكم كل حاجة، محدش يلعب في الجهاز قدام. يبقى بتضر النبات، جميل. التربة، صحة الإنسان، الحيوان، والبيئة بشكل عام. تمام كده؟ ميس، هو السماد الان بي كي ده ده نوع سماد ولا سماد عادي؟ هعرفك دلوقتي، هعرفك، ما تقلق، ما تستعجلش، هعرفك. طيب عندي تعريف الأسمدة. طب الشرح اللي احنا شرحناه ده يا أستاذ محمد لو جه قال لي بقى عرف لي الأسمدة، أعرفها له إزاي؟ هقول له إن الأسمدة دي عبارة عن مركبات كيميائية تستخدم في إيه؟ تحسين الإنتاج الزراعي. دي مواد كيميائية مش مواد طبيعية، خلي بالكم، كلها كيميكال، كلها كيمياء. يبقى مركبات كيميائية تستخدم في إيه؟ تحسين الإنتاج الزراعي، تخلي الفلاح الزرع بتاعه يطلع بسرعة، والنبات نفسه يبقى شكله كويس. طيب احمد سألنا سؤال، شايفين الكيس اللي قدامكم ده يا ولاد؟ ده كيس سماد مشهور جدا. الكيس ده مكتوب عليه ان بي كي. يعني ايه ان بي كي ده يا صهيب؟ بيقول لي ليه سميناه ان بي كي؟ لانه بيتكون من 3 عناصر مهمة. بيقول لي رقم واحد اللي ان ده كان رمز مين؟ خدناه فوق اللي لسه مسمعينه، رمز نيتروجين. النيتروجين صح؟ طيب بيتكون من ايه تاني؟ ده بيتكون من الفسفور اللي هو رمزه بي.
بيتكون من البوتاسيوم يا مس اللي هو رمزه كي. فهو بيتكون من 3 عناصر: نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم. فخدوا اول رمز من كل عنصر. النيتروجين رمزه ان، الفوسفور رمزه يا ولاد بي، البوتاسيوم كي. فراحوا مسميين السماد ده ايه بقى؟ ها، سموه ايه يا اسيل؟ سموه ان بي كي. فما يجي يسألني علل ليه السماد ده اسمه ان بي كي، ها، تعرفي تجاوبي يا اسيل؟ حيث لسه أجيب أنا. أيوة، حيث يتركب من النيتروجين اللي هو اختصاره N، والبوتاسيوم الفوسفور. اختصار ماشي، بس واحنا بنكتب مش هنقول له فوسفور بي. اختصاره كذا، احنا هنقول له لانه بيتركب من 3 عناصر: نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم. برافو عليك. تمام كده يا ولاد؟ بصوا طبعا عندي سؤال هنا بيقول هو لي هو علل. هو ده احنا ده بنشتريه منين ده يا ميس، ولا بنجيبه منين ده؟ احنا نسأل بقى بتوع الزرع. بيبقى ليه اماكن، الاسمدة والحاجات دي ليها اماكن بتتباع زي الصيدليات كده اللي بتبيع الادوية. ففي اماكن متخصصة في بيع الحاجات الزراعية دي. طبعا الناس اللي عندها اراضي هي اللي هتبقى عارفة المناطق دي فين بالظبط في مصر. طب عندي احنا سؤال عندنا بس أنا عندك. معرفش. احنا ماشي، عندنا لا بس أنا اسأل معرفش. بقى، اسأل وانت تعرف. علل ينصح بعدم الاسراف في استخدام الاسمدة الزراعية. جاوبي يا سندس. سؤال علل ده يا سندس. علل ثانية بس. علل ينصح بعدم الإسراف في استخدام الأسمدة الزراعية. بعدم آه الإسراف. ليه؟ عشان ثانية بس. لأنه هضرب الاستخدام الوقت مين؟ أيوه. لا ضرر بالنباتات والتربة وصحة الإنسان والحيوان والبيئة والبيئة بشكل. كلها. برافو عليكي. فعشان كده ما ينفعش أسرف في إيه؟ في استخدام الأسمدة. الجزء بتاع الأسمدة ده في حاجة صعبة؟ جزء خفيف كده، جزء لايت كده بسيط. طيب ندخل بقى في الجد بتاعنا، في الحصة بقى. الحصة دسمة كده شوية بس والله مش صعب. هو المنظر يبان يخوف بس الموضوع سهل جدا لو فهمناه. أنا قرأتها قبل ما أخش الحصة، ممكن ماشي. أكون عارف. ماشي هنعرف دلوقتي مع بعض. بيقول لي تختلف أعداد الجسيمات دون ذرية. فاكر يا آسر مين هي أصلا الجسيمات دون ذرية يا آسر؟ احنا قلنا اللي جوه النواة مين يا آسر؟ بروتونات وإيه؟ بروتونات. بروتونات بروتو ونيوترونات، بروتونات. واللي بتلف حولها الإلكترونات. برافو. التلاتة ونيوترون. دول بقى اللي انت قلتهم، التلاتة دول اللي انت قلتهم دول اسمهم جسيمات دون ذرية. ومنلعبش بالقلم يا احمد، هقفل عليك القلم دلوقتي. جسيمات يا ميس كنت دون عايزة أقول ذرية. إن أو كنت عايزة أقول له إنها الإلكترونات. لا هو عارفها لوحده. يبقى جسيمات دون ذرية هي دي يا ولاد. الجسيمات دون ذرية بروتونات، نيوترونات، الكترونات، يعني مش بتتكون من ذرات. طيب عندنا هنا عنصر اسمه عنصر الليثيوم، اللي كان رمزه ال اي، اللي كنا لسه واخدينه فوق. ماله عنصر الليثيوم؟ لو جينا كده دخلنا يا مس في ذرة الليثيوم قلنا هنلاقي جوه الذرة ايه؟ هنلاقي نواة. طيب قلنا جوه النواة يا مين؟ يا أروى. يا أروى. نعم. بصي يا أروى كده جوه النواة انت شايفة ايه؟ ايه الرسومات او الدوائر اللي جوه النواة ده؟ في دوائر جواها ايه ودوائر جواها ايه؟ دوائر جواها رمز ايه ده يا أروى؟ ده ده أنهي موجب مثلا؟ صح؟ مش ده لا. موجب؟ طيب التانية اه. اللي جنبها جواها ايه؟ طيب انت عارفة مين الموجب ومين الموجب والسالب؟ الموجب دي اللي هي مين يا أروى؟ الموجب اللي هي البروتونات صح؟ مم. الموجب اللي هي البروتونات. يبقى عندنا هنا كم بروتون في النواة دي؟ ها، ثلاثة. مم. بصي ثلاثة. اول ما يقول لي برافو عليكي 3. بصوا يا ولاد ركزوا بقى معايا كويس قوي. دي نواة ذرة الليثيوم. دخلنا جواها لقينا يا مس دواير، دواير كتير كده، دواير مرسوم عليها موجب ودواير مرسوم عليها موجب وسالب. فانا اعرف يا احمد نحضر الحصة واحنا قاعدين يا استاذ احمد. الموجب شايفين واحد اهو، ودي واحدة كمان موجب،
ودي واحدة كمان موجب، يبقى كده في كام موجب؟ في 3 دواير يا مس. 3 دواير موجبة. عارفين مين ال3 دواير الموجبة؟ هي مين الموجبة اللي بتبقى موجودة جوه النواة؟ هي البروتونات. البروتونات. برافو. يبقى لما يجي يسألني عدد البروتونات بتاع ذرة الليثيوم هقول له كام؟ 3. 3. يبقى عدد البروتونات بتاع الليثيوم 3. طب يا دودو. مس في دواير، ثانية واحدة، مكتوب فيها موجب وسالب. أنا ترجم على طول موجب وسالب. مس رحاب قالت دي متعادلة، تبقى دي مين؟ نيوترونات. نيوترونات بالنون. نيترونات. نيوترونات. أروح أعدها. أدي دايرة، 2، 3، 4. يبقى في كام نيوترون؟ 4 نيوترونات. 4. اهو عدد النيوترونات 4. ايه ده يا مس؟ طب كده بروتونات ونيوترونات، هي ليه الالكترونات مش موجودة معاهم؟ اقول لكم هي الالكترونات موجودة جوه، لا دي بتلف بره. الالكترونات بتلف حواليهم اهي. جايبين لي الطريق او مستويات الطاقة اللي الالكترونات بتلف فيه. شايفين يا اولاد؟ عندي كام الكترون؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3. يبقى في كام الكترون؟ ها قولوا 3. معايا، 3 3. الكترونات. يبقى دي يا مس نواة ذرة الليثيوم. لو سألني على عدد البروتونات هقول له ده عددهم 3. 3. عدد الالكترونات 3. 3. عدد النيوترونات اللي هي الموجبة والسالبة 4. يبقى كام؟ 4. 4. طيب دي كده الليثيوم. يا مس ما تدينا مثال تاني اكتر عشان نفهم. هقول لكم تعالوا نتكلم عن عنصر الكربون. بيقول لي والله الكربون، تعالوا كده نعد مع بعض ونشوف الكربون ماله. لو درينا كده وقلنا يا سهيلة، نعم يا عدي مس. لي يا سهيلة عدد البروتونات بتاع نواة ذرة عنصر الكربون. هتعدي ايه الأول في دماغك كده لما أسألك على البروتونات؟ هتعدي الموجب. انهي دايرة؟ الموجب. برافو عليك. عدي لي الموجب كام واحد؟ 6. برافو. 1، 2، ركزوا يا ولاد، 3، 4، 5، 6. يبقى عدد البروتونات الموجبة يا مس 6. خلي بالكم في حد قاعد مش فاهم لحد كده؟ كلكم فاهمين؟ فاهم يا آسر؟ أيوة. فاهم يا ياسين؟ كله فاهم؟ أيوة يا مس. ما تمام. يبقى كده البروتونات تمام. طيب يا دكتورة رفايدة، يا نعم. رفايدة، أنا عايزة يا رفايدة عدد الإلكترونات. هتعدي مين الإلكترونات؟ ها، الإلكترونات هنعد مين في الرسمة؟ هي الإلكترونات دي بتبقى فين يا رفايدة؟ ممكن بس مس تفهمين الحتة دي معلش؟ أنهي بتاع الموجب اللي احنا بنشرح فيها ولا لسه بتاع الإلكترونات؟ أيوة هي دي هي دي. حاضر. انت هنا بص، انت يا صهيب ثواني يا رفايدة، فكري في السؤال يا رفايدة. طيب بص يا صهيب، انت جاوب. ذرة الكربون النواة بتاعتها انت شايف جواها ايه يا صهيب؟ مرسوم جوه جواها النواة ايه؟ كام؟ موجب مرسوم وسالب. موجب وسالب. مين لا مش موجب وسالب، مرسوم موجب ومرسوم ايه؟ اسمه ده اللي هي اتنين مع المتعادلة. بعض. موجب وسالب مع بعض يعني متعادل، يعني في دوائر موجبة وفي دوائر متعادلة، صح؟ طيب مين هي الموجب؟ مين الموجب اللي بيبقى موجود جوه النواة؟ ركزوا كلكم يا اولاد مش صهيب بس. البروتين. البروتونات. برافو. فانا لو جيت قلت لك عد لي عدد البروتونات بتاع ذرة الكربون هتعمل ايه؟ عد عد اللي هم اللون هم- الأحمر. برافو. اللي هم كام؟ 6. 6 بس. يبقى عدد البروتونات 6. هو ده اللي انا قلته، ما قلتش حاجة جديدة. طيب احنا ماشي. كنا بنسأل رفايدة. يا رفايدة كنت بقول لك عدد الالكترونات يا رفايدة. نبص على مين في الرسمة دي كلها يا رفايدة؟ ها، هنبص على الالكترونات اللي بتلف، صح؟ ما هي بتلف بره النواة. عدي لي كده عدد الالكترونات يا رفايدة اللي هي الدايرة دي، المسارات، الطريقين دول اللي ماشية فيه، عددهم كام؟ انت سامعاني طيب؟ رفايدة، انت رفايدة ظاهرة قدامي بس مفيش صوت، راحت.
يا رفايدة، مفيش صوت عندك خالص يا رفايدة لو انت سمعانة. ايوه. يا ربي، لا الشبكة عندك وحشة قوي. طب يا سندس، عدد نعمل الالكترونات كام؟ 6. 6. بصوا يا اه ولاد، ادي 1، ادي 2، 3، 4، 5، 6. يبقى عددهم 6. تمام. ماشي، انا ما جاوبتش. هخليكي ما تجاوبي يا جاوبت. رقية، حاضر والله كنت هنادي على اسمك دلوقتي. طب يا رقية، لو عايزة عدد النيوترونات يا رقية اعمل ايه؟ في اخر حته. اعد انهي اللي النيوترونات بالنون، اعد ايه يا رقية؟ الالكترونات بالنون. النيوترونات. عند الكربون ولا عند الليثيوم؟ لا لا، الكربون. قولي لي الاول هتعدي ايه قبل ما تعدي. هعد الموجب والسالب. برافو عليكي. يبقوا كام واحدة؟ لحظة كده. 6. برافو عليكي، 6. برافو. بصوا يا ولاد، يبقى عدد البروتونات بتاع الكربون 6، عدد الإلكترونات 6، وعدد النيوترونات برضو 6. وهديكم ملحوظة كده اعرفوها، لو تلاحظوا هنا، بصوا عدد البروتونات بتاع الليثيوم بيساوي عدد الإلكترونات. هي البروتونات دي يا مس موجبة، والإلكترونات دي سالبة. بصوا برضو في ذرة الكربون، ركزوا. بص يا محمد، عندي عدد البروتونات يا مس 6، وعدد الإلكترونات برضو 6. يا ترى هي صدفة؟ لا مش صدفة. عندنا قاعدة بتقول إن الموجب بيساوي السالب. مين الموجب يا رفايدة؟ الموجب اللي هي البروتونات. طيب مين السالب يا ياسمين؟ السالب اللي هي الإلكترونات. يبقى عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات دايما في الذرة العادية. في الذرة العادية هلاقي إن الموجب بيساوي السالب اللي هي البروتون بيساوي عدد الإلكترونات. ماشي يا ولاد؟ في حاجة صعبة في الصفحة دي؟ متقلقوش، هنراجع تاني دلوقتي على اللي احنا قلناه. بصوا كنت لسه بقول لكم ايه. دي قاعدة تعرفوها. عدد البروتونات الموجبة اللي هي البي بيساوي عدد الإلكترونات السالبة يا أروى في أي ذرة عنصر. في أنهي ذرة يا مس؟ بصوا بيقول لي ايه. الذرة متعادلة كهربيا في حالتها الايه، ها؟ العادية. وحطوا تحت كلمة العادية دي 100 خط. ليه؟ لأن احنا لسه هناخد قدام أنواع ذرات كتير، في ذرة مثارة، في أنواع كتيرة. فإمتى عدد البروتونات الموجبة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة؟ ده في الذرة العادية بس. تمام؟ طيب لو جه سألني بقى سؤال علل، لو جه سألني سؤال علل يا أسيل، بيقول لي ايه؟ ليه الذرة متعادلة كهربيا؟ عارفين يعني ايه متعادلة كهربيا؟ يعني لا هي موجب ولا هي سالب، الاتنين قد بعض. عدد الموجب، الشحنات الموجبة بيساوي عدد الشحنات السالبة. يبقى هقول له الإجابة ليه؟ لتساوي عدد الإلكترونات السالبة مع عدد البروتونات الموجبة. يبقى لتساوي عدد الإلكترونات السالبة اللي موجودة بره النواة، اللي بتلف حوالين النواة، مع عدد البروتونات الموجبة اللي موجودة فين؟ جوه النواة. داخل داخل ايه؟ النواة. تمام. في حد مش فاهم حاجة؟ أعيد حاجة؟ أعيد حاجة؟ لا ينسى. ماشي. طيب وفي احتمال، بصوا برضو لو تلاحظوا، هل هنا عدد البروتونات بتاع ذرة الليثيوم، بصوا ركزوا، عدد البروتونات بتاع ذرة الليثيوم ساوى عدد الإلكترونات. تمام. طب يا ترى عدد البروتونات ساوى عدد النيوترونات؟ البروتونات كانت قد لا. النيوترونات في ذرة الليثيوم هنا؟ لا. لا، برافو مش عليكم. طب لا. بصوا الجنب التاني، عدد البروتونات 6 وعدد النيوترونات 6، ساووا بعض ولا لا؟ اه يا مس سوا ساووا بعض. ايوه بعض. سوا بعض. يبقى عندنا يا مس حاجة ثابتة وحاجة متغيرة. الحاجة الثابتة ان دايما 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 البروتون بيساوي مين؟ الالكترون. دي ثابتة ما بتتغيرش. وعندنا حاجة متغيرة، يعني ممكن تحصل وممكن لا. بيقول لي ان ممكن برضو البروتون يساوي مين؟ النيوترون. زي الكربون اهو 6 و6. وممكن ما يساويهمش، زي الليثيوم هنا 3 وهنا 4. فالبروتون
ممكن يساوي النيوترون وممكن لا، على حسب انا بتكلم في انهي ذرة. تمام؟ فاهمين الحتة تمام. دي؟ في حد مش فاهمها؟ أيوة. نقولها لا كله تاني. تمام يا مس. ماشي، نقولها تاني بسرعة عشان انا بخاف يكون حد قاعد مكسوف بتضايق. احنا قلنا هنا ان عدد النيوترونات قد يعني ممكن يساوي عدد البروتونات في بعض الذرات العناصر زي الكربون. تمام؟ البروتون بيساوي النيوترون. لكن في الليثيوم، بصوا في الليثيوم يا ولاد، ركزوا معايا. لو جيت سألت ياسمين، يا ياسمين دي ذرة الليثيوم اهي يا ياسمين، هل البروتون سوى النيوترون؟ لا، لا. طب مين اكبر؟ النيوترون. برافو. يبقى النيوترونات يا ولاد دايما دايما لو مش هتساوي هتبقى اكبر. ما ينفعش النيوترون يبقى اصغر ابدا. يعني هو لا اما قد البروتون لا اما اكبر منه. استحالة النيوترون يبقى اقل. بصوا اهو، بيقول لي عدد النيوترونات قد يزيد عن البروتونات في بعض ذرات العناصر زي الليثيوم. تمام يا ولاد؟ يلا تمام. يلا تمام يا نكمل. مس. طيب انت يا ميس اديتلنا الرمز بتاع كل عنصر. عايزه اقول لكم بقى هتلاقوا دايما الرمز. يعني مثلا هتلاقوا الكربون، احنا عارفين يا مس ان الكربون سي، ده اللي احنا عارفينه. نيجي في الامتحان نلاقي مكتوب عند السي مكتوب تحتها 6 مثلا. ايه يا مس الستة دي؟ الاقي مكتوب فوقيها 12. يا مس ايه الارقام دي؟ احنا ما خدناهاش. اعرفكم ايه بقى الارقام اللي بنلاقيها لازقه كده تحت وفوق العناصر دي، وهنشوف زيها دلوقتي. عندنا ده عنصر وليكن اسمه اكس، عنصر اسمه اكس. عندنا فوق هنلاقي مكتوب رقم. الرقم اللي فوق ده عايزاكم تعرفوا اسمه العدد الايه يا سندس، اسمه العدد الكتلي. يبقى لما نلاقي العنصر مكتوب رقم فوق على الشمال، فوق مش تحت، لو فوق يبقى اسمه ايه يا اسيل انت وصهيبة؟ ها، العدد الايه؟ العدد الكتلي. بيبقى موجود العدد فوق الكتلي. في اليسار. فوق على الشمال، ما ينفعش على اليمين، هو فوق على الشمال اسمه عدد كتلي. وموجود تحت يا مس رقم برضو على الشمال، ده اسمه العدد الذري، موجود تحت على الشمال. تمام؟ العدد الكتلي رمزه ايه؟ العدد الذري زين يبقى زت، رمزه زفت. تمام؟ ده بالنسبة للأرقام احنا عرفنا بس أسمائهم. طب يا مس احنا عايزين نعرف تفاصيل عنهم اكتر، قولنا تفاصيل كده عنهم اكتر. تعالوا نعرف مع بعض كده شوية حاجات مهمة قوي عن العددين دول. ثانية واحدة. انا عندي هنا، احنا قلنا ان اللي فوق ده مين يا ولاد؟ العدد الكتلي، واللي تحت العدد الذري. ركزوا بقى كويس قوي. لو جيت سألت يا دكتورة أروى، يا أروى، نعم. بصي يا أروى، احنا قلنا عدد البروتونات بتاع الليثيوم كام؟ 6. بروتونات 3. الليثيوم 3. طب النيوترونات يا أروى؟ نيوترونات 4. برافو. لو قلت لك اجمعيهم على بعض يا أروى، يعني 3 زائد 4 هيدينا كام؟ 7 ساعات. هيدينا 7 صح؟ يبقى اه. جمعنا البروتونات والنيوترونات اديتنا 7. عارفين السبعة اللي أروى جابتها دي مين؟ حد عارف؟ السبعة اللي أروى جابتها دي اسمها العدد العدد الكتلي. الكتلي. العدد يا الكتلي. ماس ايه ده؟ هو العدد الكتلي اللي انت لسه قايلاه بتقولي بيبقى موجود فوق على الشمال، يبقى تعريفه ايه؟ هو مجموع اعداد مين؟ قولوا معايا كلكم، ها. البروتونات والنيوترونات. برافو. مجموع يبقى أعداد ده البروتونات والنيوترونات. برافو. يبقى العدد الكتلي مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات. تمام؟ ده مين؟ ده العدد الكتلي. العدد الكتلي. برافو. طب احنا بقى عايزه اقول لكم حاجه. لو جيت هنا خلاص احنا عرفنا العدد الكتلي. لو جيت هنا في ذره الليثيوم دي وقلت لكم ده العدد الذري بقى، مش الكتلي، خلاص الكتلي جبناه ب7، جيت قلت لكم يا صهيب ده العدد الذري بتاعها ب3، انتوا استنتجتوا ايه كده؟ العدد الذري بيساوي مين هنا؟
انا بقول لكم العدد الذري ب3، يبقى العدد الذري ده بيساوي مين هنا؟ عدد البروتونات. برافو، عدد البروتونات. يبقى يا مس ايه ده؟ العدد الذري طلع هو عدد البروتونات. هقول لكم ده تعريفه. طب هو مين اصلا اللي بيساوي البروتونات دايما؟ هو مين دايما قد البروتونات؟ خلي بالكم صح. الإلكترونات. الزوم هيقفل. الزوم هيقفل. ابقوا ادخلوا تاني من نفس اللينك، لسه واخده بالي الزوم هيقفل حالا. يبقى العدد الذري هو عدد البروتونات، وهو برضو عدد الالكترونات، لان الاتنين بيساوي بعض، البروتون قد الالكترون. يبقى كده خدنا حاجتين، خدنا كتل